نرجع لليمون تاني، هعمله معاكم ليمون معصفر. وكده عملت لكم بكذا طريقة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هكمل معاكم عشان ما اطولش عليكم. ده بقى بالطريقة المعصفر. شو الليمونة كده وتاخديها غلوة، بس غلوة كده. شققت الليمون كله كده نص كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وأنت بفضل الله تعالى تمثل موهبة في إنشاد النور نستمع إليه. كده شققته شققته وكملته عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده غلوة بقى، مش هسويه، مش هديله غلوة واحدة. كده يبقى عملت لكم الليمون اللي بالفلفل الاحمر والليمون العادي بالشطة عادي. والنهارده هعمل المعصفر. وبرضو انا هعمل معاكم، انا عملت معاكم الزيتون بالتشكيلة بتاعته. هعمل معاكم برضو المفدخ. افضل الصلاة والسلام عليك، افضل الصلاة والسلام يا رسول الله. عليك افضل الصلاة والسلام يا رسول الله. استغفر الله العظيم. وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب استرها معاكم يا ولادي وينجيكم. يا رب استرها معاكم. ناخد غلوة. أول غلوة ما بدأ يغلي أهو، مش هغيبه على البوتاجاز. صفيته واستنى ما يبرد. أنا بعد ما يصفى ويبرد أبدأ أحشيه بقى العصفر بتاعه. لولا ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وظهور دينه. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة. هنا الجزر والكزبرة وحبة البركة والعصر.
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سل عن محمد العطر والشفاء، سل عن محمد ذراع الشام، سل عن محمد الجفع لما بكى. كده الخلطة بتاع الليمون المعصفر، جزر أصفر، حبة البركة، كزبرة خضراء. وحضر الخلطة. الفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أزواجه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، لقد امتدح الله تبارك وتعالى النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم على سمو أخلاقه، فقال في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فعن سيدنا حكيم بن دي هريسة رضي الله شطة. عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدك حتى أفارق الدنيا، إن النبي المصطفى والحي يمنعه، فقال لهم: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. ولله بر القائل: هو البحر من أي النواحي أتيت، فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله. مستمعي الكرام، لقد ألقت سحائب جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه بظلالها على كل من حوله حتى شملت أعداء. فعندما مات رأس المنافقين بالمدينة عبد الله بن سلول، ذهب ابنه عبد الله بن عبد الله بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليكم، هخلص وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قلت في مواخر لتبتغوا من فضلي كده البيضة ظهرت اهي، البيضة ظهرت اهي. احط بقى انا الحاجة اللي بواقي.
يا رب استغفر الله العظيم، 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 من أجل معاملة أسمى استغفر الله العظيم، من أجل معاملة أنثى مع النفس من أجل استغفر الله العظيم. أبقى مع الناس بدو ظهرت تسليم المعاملة برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرت مستهل هذه أشيلها. ونرحب بضيفنا الدكتور سيد لجنة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أهلا بكم سادنا. أهلا وسهلا ومرحبا. عنوان هذه الحلقة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولد النبي صلى الله عليه وسلم جاء ميلادا لأمة، ميلادا لأمة الأخلاق الفاضلة والقيم العالية والمثل السامية. ضيفنا الكريم، كيف كان يشير في هيبة يا رسول الله إلى مقامك الأسمى وتقوى ومكارم الأخلاق، وبما تشمل التقوى من طاعة الله ودفاع عن الحق وحماية للوطن وبر يهدي إلى الجنة وعلم نافع يرتقي بالأمة وخيرات تبذل لنفع الناس. فصار المسلمون الأولون بين عشية وضحاها سادة العالم وخير أمة أخرجت للناس. وصدق الله العظيم إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ضيفنا الكريم، كيف نتأسى بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ميادين المعاملات؟ نعم، كانت حياة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أسوة حسنة في كل الميادين. فها أنت ذا في حياتك يا رسول الله الأسوة والقدوة والمثل الأعلى في قولك وفي